إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها المسلمون، معنا اليوم ذكرى للمسلمين حتى لا ينسوا عقيدتهم، وهي من أصول هذا الدين الإسلامي. إن هذه العقيدة أصلها الله عز وجل في القرآن الكريم، وذكرنا بها حتى لا ننسى، سواء كان منا طالب علم أو عامي أو عالم أو جاهل، لا بد أن يعتقد هذه العقيدة، وهي عقيدة تتعلق بالولاء والبراء، بل هي أصل البراء وأوله، وهو بغض أعداء الله جل وعلا. وعلى رأس أعداء الله ما سوف نتكلم عنهم في هذه الخطبة، عن بعض تاريخهم وبعض أعمالهم حتى لا ينسى المسلمون. إنهم اليهود لعنهم الله، الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. أي أمة في الأرض أبغضها الله عز وجل وغضب عليها فجعل منها قردة وخنازير؟ مثل هذه الأمة، أمة اليهود، لعنهم الله وقبحهم. انظر إلى فعلهم في الماضي وفعلهم في الحاضر حتى لا ننسى هذه العداوة التي أمرنا الله بتكرارها 17 مرة في اليوم والليلة، بقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود. فانظروا يا عباد الله كيف يتعاملون مع ربهم جل وعلا، وماذا ينسبون إليه. يقولون عن الله جل وعلا، وهذا قد كتبوه بأيديهم في التوراة ونسبوه إلى الله جل وعلا. قالوا إن الله جل وعلا نزل إلى الدنيا فتمثل في صورة إنسان فتصارع مع يعقوب عليه السلام. الله جل وعلا يتصارع مع نبي من الأنبياء. ثم ماذا؟ قالوا إن يعقوب قد طرح الله أرضا، قاتلهم الله ولعنهم. انظر ماذا قال الله فيهم في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالوا يد الله مغلولة، قالوا الله بخيل لا ينفق على الناس. انظروا إلى الفقراء الجياع المرضى، انظروا إلى هذه الأمم كيف تموت جوعا. الله بخيل، قبحهم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأخبر الله جل وعلا أن يده مبسوطة. فانظروا إلى النعم، انظروا إلى ما أنزل الله من السماء والأرض، انظروا إلى هذه الخيرات، انظروا إلى آثار رحمة الله. انظروا كيف يسبون الله جل وعلا. يقولون في توراتهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب ونصب، فاستراح بعد خلقه لها، فرد الله عليهم: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب. يقولون عن الله جل وعلا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله يطلب منا أن ننفق ونطعم الجياع والفقراء. إذن
الله فقير ونحن أغنياء. انظر كيف يسبون الله جل وعلا. انظروا ماذا قالوا عن لوط عليه السلام، نبي من الأنبياء اختاره الله من بين الناس لكي يبلغ رسالات ربه، فقصوا عنه قصة مختلقة، وهذا مذكور عندهم في التوراة. فقالوا إن لوطا شرب يوما من الأيام خمرا فسكر، ثم لما سكر لم يكن يشعر بنفسه إلا وقد وقع على ابنته فزنى بها. في من؟ في نبي من الأنبياء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم لم يكتفوا بهذا، جاءوا إلى داود عليه السلام وهو من رسلهم وأنبيائهم. قالوا عن داود إنه ابن زنا، وأنه أنجب ولدا فزنى ولده بأخته من أبيه، وأن ذريته كلهم من أبناء الزنا. ذرة الأنبياء والرسل كلهم من أبناء الزنا. ماذا بقي للأنبياء؟ بل ماذا بقي للرسل؟ اليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود. سبوا الله وسبوا الأنبياء. جاءوا إلى عيسى عليه السلام وقد أنطقه الله في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فقالوا لا، أنت ابن زنا. وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم، نسبوا إلى مريم الزنا. ثم لما كبر عيسى عليه السلام تبعوه ليقتلوه، يقتلون نبيا من الأنبياء، تبعوه حتى رفعه الله جل وعلا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يعيد علينا قصتهم وأخبارهم وأفعالهم. يأمرهم الله جل وعلا بأن لا يصطادوا في يوم السبت فيتحايلون على ربهم جل وعلا، فكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد وكأنهم لم يصطادوا يوم السبت، يكذبون على الله ويتحايلون عليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بسبب تحايلهم على الله جل وعلا لعنهم الله، فأصبحوا في الصباح فإذا جزء منهم قد تحول إلى قردة وجزء منهم قد تحولوا إلى خنازير، قبحهم الله ولعنهم. جاء اليهود إلى نبي هذه الأمة ورسول هذه الملة، خير الأنبياء وخير الناس أجمعين، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. جاءوا إليه فكذبوه ولم يصدقوه، وفي توراتهم تبشير به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أنه جاء بالحق وأنه رسول من عند الله جل وعلا، فكذبوه وقالوا ما بشر به ولا أخبرنا نبينا به. ثم جاءوا إليه يحاولون تكذيبه ورده وصده. فلما هاجر إلى المدينة احتضنوا المنافقين وألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفوا بهذا، بل ألبوا المشركين في غزوة الخندق والأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في يوم من الأيام إلى أحد أحيائهم، فلما اقترب عند سطح من السطوح جاء أحد من اليهود من فوق هذا السطح ليرمي بصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو تاريخهم، هذا هو تاريخهم مع الله جل وعلا ومع الأنبياء ومع الكتب والرسالات. فها هم في التوراة يأتون إليها فيكتبون ما تهوى أنفسهم فيها وينسبونها إلى الله جل وعلا. ولبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، أما فعل اليهود في هذا الزمان وفي واقعنا فهو أكثر من أن نتكلم عليه في هذه الخطبة. فكل مسلم عاقل يعرف دين الله وشرعه يعلم علما يقينا من قلبه أنه لا عهد بيننا وبين اليهود، ولا صلح بيننا وبين اليهود، ولا سلام بيننا وبين اليهود، فهم أهل نقض العهود كما قال الله عز وجل عنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لا عهد بين المسلمين واليهود، كيف يكون عهد بيننا وبينهم وقد عاهدهم خير هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عاهدهم وصالحهم عليه الصلاة والسلام، وكانت الغلبة والقوة له، وكان الحكم له. عاهدهم وصالحهم، ولكن لم يلبثوا إلا وأججوا الفتن ودسوا الدسائس وحاولوا قتله، ثم نقضوا العهد بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فقتل عليه الصلاة والسلام بعضهم وأخذ أموالهم وأجلى كثيرا منهم حتى أمر آخر حياته أن لا يبقى أحد منهم في جزيرة العرب. اليهود قبحهم الله، هم المغضوب عليهم في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة. كل حرب على وجه الأرض وكل معركة تدور، بل أكثر المعارك والحروب على وجه الأرض لهم يد فيها وهم طرف فيها، كما قال الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يؤججون الحروب ويثيرون المعارك ويثيرون الفتن بين الأمم ليبقوا أقوياء، فهم الذين يتدخلون في تجارة الأسلحة ويقبضون في النهاية الثمرة، يتفرجون ويضحكون على الأمم كيف تتقاتل وكيف تتصارع ليبقوا أقوياء. لعنهم الله وأذلهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم، يسعون في الأرض فسادا. إنهم يتدخلون في نشر المخدرات والخمور بين الشعوب والأمم ويصرحون بهذا، بل أكثر بيوت وأماكن الطعارة على وجه هذه الأرض لهم يد فيها ويتدخلون فيها. يا عباد الله، محافلهم الماسونية ومحافلهم اليهودية قد انتشرت في بقاع الأرض كلها، بل بعض أعضائهم وبعض من ينتسبون إليهم يتسمون بالمسلمين كذبا وزورا، ثم يبثون السموم والدسائس بين المسلمين، يحرشون بينهم ويفتنون في صفوفهم وينشرون الخمور والمخدرات والدعار والزنا، لتبقى الشعوب هكذا في غفلة ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم، إنهم اليهود أعداء الله جل وعلا، أشد الناس على وجه الأرض عداوة للمؤمنين وللمسلمين، كما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عباد الله، لا بد أن نحدث أنفسنا بعداوتنا وبكرهنا وببغضنا لهم. لا نقول في الفاتحة غير المغضوب عليهم إلا ونحن نتذكر اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، ثم نربي أجيالنا وأبناءنا على بغضهم وعداوتهم وكرههم. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين.
اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.